فيلمنا بيبدأ بأرنبة صغيرة اسمها جودي، واللي كانت بتقدم عرض مسرحي قدام كل الحيوانات في الملاهي. لكن جودي كان حلمها دايما إنها تبقى شرطية لما تكبر، وبعد ما بتخلص العرض بتطلع تتمشى مع أهلها وبتتكلم معاهم عن حلمها واللي نفسها تحققه لما تكبر. لكن باباها ومامتها ما كانوش مقتنعين بالحلم ده، وخاصة إن معظم الشرطيين كانوا من الحيوانات المفترسة، فمش من الطبيعي إن أرنبة زيها هتبقى شرطية لأنها مش هتعرف تتعامل مع باقي الحيوانات بشراسة. لكن كل الكلام ده ما كانش فارق مع جودي، وكانت مصممة على حلمها وإنها تحققه بأي طريقة. ووقت ما كانت ماشية مع أهلها بتاخد بالها من ثعلب اسمه جوديان، اللي كان بيضرب في شوية خرفان صغيرين وواخد منهم التذاكر بتاعتهم، ومستغل إنه من الحيوانات المفترس فما كانوش قادرين يقفوا قصاده. ساعتها جودي بتروح تتكلم معاه وبتطلب منه يرجع التذاكر للخرفان، فجوديان بيتريق عليها وبيقول لها تمشي من هنا بدل ما ياكلها، وبيفكرها انه من الحيوانات المفترسة اللي ممكن يقضي عليها بضربة واحدة. لكن كل ده ما بيفرقش مع جودي، وبتبقى مصممة على كلامها، وده بيخلي جوديان يضربها ويزقها وبيوقعها على الارض، فالخرفان بيروحوا يساعدوها علشان تقف تاني. وقتها جودي بتطلع لهم التذاكر من معاها، وبتطلع انها اخدت التذاكر من الثعلب من غير ما ياخد باله. وبتعدي السنين لحد ما بتكبر جودي وبتقدر تلتحق بكلية الشرطة، وساعتها بنشوفها وهي في الكلية بتتمرن مع باقي الحيوانات اللي كانوا مستهترين بيها جدا علشان حجمها الصغير، وكمان علشان مش من الحيوانات المفترسة. وبرغم انهم كلهم من الحيوانات المفترسة الا ان جودي كانت شاطرة عنهم كلهم، فده خلاهم يغيروا منها وبيكونوا مستقصدينها دايما. تطلع المركز الاول على الكلية طول ال4 سنين بسبب تفوقها ده. العمدة بيكرمها بنفسه، واهلها بيكونوا موجودين في حفلة التخرج بتاعها ومش مصدقين نفسهم. ولكن جودي بتتحمس وبترجع البيت وبتلم حاجتها علشان تنقل لمكان خدمتها في المدينة. ساعتها باباها بيحذرها من التعامل مع الحيوانات المفترسة، وبيفكرها بالموقف اللي كان بينها وبين ثعلب جوديان زمان. فجودي بكل ثقة بتعرفه ان زي ما في حيوانات مفترسة في ارانب كمان سيئة، ومش كل الحيوانات شبه بعض، وبتودعهم وبتمشي. وطول الطريق كانت مبسوطة جدا بجمال المدينة، وده لانها اول مرة بتخرج بره القرية بتاعتها. ولما بتوصل بتسكن في شقة صغيرة جدا. وتاني يوم من الصبح بدري كانت اول واحدة واصلة لقسم الشرطة اللي هتستلم شغلها فيه، وهناك بتقابل النمر اللي اسمه بنجمان، اللي بيستقبلها استقبال كويس جدا وبيعاملها احسن من باقي الحيوانات المفترسة. وبعد ما بيعرفها على الاسم بيشاور لها على طريق مكتب المدير، اللي اول ما بتروح ليه بتكتشف ان المدير عامل لهم اجتماع من اول يوم. ولما بيدخل المدير بنعرف ان طور واسمه بوجو. ساعتها بيعامل الحيوانات بطريقة صعبة جدا، وبأسلوبه بيكون صارم معاهم وبيكلمهم عن قضايا الحيوانات اللي بتختفي واللي مش راضية تتقفل لحد دلوقتي، خاصة ان مفيش حد لاقي دليل ولا عارفين يحلوها خالص. وبعد ما بيخلص كلامه المهمات ودور كل واحد فيهم، لكن ما بياخدش باله من جودي اللي ما كانتش باينة من الكرسي. وبعد ما بيخلص كل المهمات جودي بتتضايق وبتروح تسأله عن مهمتها، فبيديلها مهمة في متابعة المرور والمخالفات. فبتحزن جودي وبتقوله انها كانت الاولى على دفعتها طول ال4 سنين وانها محتاجة مهمة صعبة شوية. لكن بوجو بيتريق عليها وبيقول لها انها تقوم بالمهمة دي بس الاول، ولو قدرت تجمع 100 مخالفة في اليوم الواحد ساعتها هيبقى يفكر يديها مهمة صعبة زيهم. فبتخرج جودي وهي كلها حماس على اساس انها هتجمع مخالفات اكتر من العدد اللي طلبوا منها، وبتخرج تلف في الشوارع وبتعمل مخالفات كتيرة لأي حد تقابله. وبعد ما بتخلص بتكون حققت العدد اللي بوجو قال لها عليه. بس فجأة وهي شغالة بتاخد بالها من ثعلب حجمه صغير واللي كان شكله غريب وبيتسحب علشان يدخل جوه محل ايس كريم. فبتشك في تصرفاته وبتقرر تروح وراه علشان تعرف هو داخل المحل بيتسحب ليه. في الوقت ده بنشوف الثعلب وهو بيشتري ايس كريم لابنه اللي متنكر في زي فيل صغير. لكن صاحب المحل
المحل واللي كان فيه هو كمان بيقول انه ما بيبيعش الايس كريم غير للفيلة بس. فالثعلب بيحاول يفهمه انه بيشتري لابنه مش اكتر، لكن الفيل ما بيرضاش خالص. ساعتها جودي بتتدخل في الموضوع وبتطلب من الفيل انه يبيع لهم الايس كريم، بس برضه الفيل بيرفض. وقتها جودي بتهدده انه لو ما باعش الايس كريم للثعلب هتعمل له مخالفة. فالفيل بيخاف منها وبيدي الايس كريم للثعلب على طول. ولما بيجي يسأل الثعلب عن الفلوس، الثعلب بيطلع مش معاه اي فلوس خالص. فجودي بتطلع فلوس من معاها وبتحاسب له. بعدين بتخرج مع الثعلب اللي بيشكرها عن معاملتها ليه، وانه اول مرة يشوف حد من الشرطة بيتعامل معاه بلطف. فبتقوله انها ما بتحبش اي حد يتعامل مع الحيوانات بطريقة مش كويسة، وبتسيبه علشان ترجع تكمل شغلها من تاني. وبعدها بشوية وهي في شغلها بتاخد بالها من الثعلب مرة تاني، فبتحاول تشاورله لكنه ما بيبقاش واخد باله منها. لكن جودي بتفضل مركزة معاه وبتشوفه وهو بيسيح الايس كريم فوق سطح مبنى، وبعدين بيبيعه في جرادل كتيرة. وبعد ما بيخلص بياخد الجرادل في عربيته وبيمشي. فبتقرر جودي تروح وراه علشان تعرف هو بيعمل كده ليه. فبتكتشف انه رايح لمكان مليان تلج وعامل حفر كتير في الارض بيعمل ايس كريم فيها، وبيكون حجمه صغير. وبعدها بياخد الايس كريم وبيروح يبيعه للحيوانات الصغيرة. ولما بيخلص الايس كريم بياخد العصيان بتاعته ويستعملها مرة تاني وبيبيعها لوحدها. فبتتضايق جودي انه بيستغل الحيوانات بطريقة دي. بتروح تتكلم معاه، لكن الثعلب بيقول لها انه ما عملش حاجة غلط وانه يدوب شغل دماغه بس. فبتتضايق جودي من كلامه وبتقوله انه كده بينصب على الناس. فثعلب بيقول لها ان اللي بيعيش في المدينة دي لازم يتعامل بذكاء والا عمرها ما هتبقى شرطية شاطرة، وبيطلب منها ترجع لبلدها لو مش هتقدر تستحمل العيشة هنا، وده لان الحياة في المدينة غير اللي كانت بتحلم بيها. فبتحبط جودي بسبب كلامه وبترجع للبيت. ولما اهلها بيتصلوا بيطمنوا عليها ما بترضاش تبين قدامهم اي حاجة وبتعاملهم بكل هدوء، وبتبين قد ايه ان هي مبسوطة انها جت في المدينة. وتاني يوم لما بتنزل الشغل مرة تانية بتقابل اصحاب العربيات اللي عملت لهم مخالفات قبلها بيوم، وكلهم عمالين يزعقوا معاها لانها نازلة مخالفات فيهم باي حجة وخلاص. فبتتضايق جودي وبتحس انها مش قادرة تكمل في الشغل ده. لكن فجأة بيظهر خنزير وبيطلب منها تساعد لان في حرامي سرق المحل بتاعها. ساعتها جودي بتتحمس وبتطلع تجري ورا الحرامي وبتخلع لبس المرور. في الحرامي بيدخل مدينة للحيوانات الصغيرة، وبالنسبة لجودي فهي كانت اكبر منهم بكتير، وعلشان كده الحرامي يعرف يهرب من جودي بيرمي قطعة دونتس كتيرة على الحيوانات واللي بتدمر مباني كتيرة وكانت هتأذي حيوانة من الحيوانات هناك. لولا جودي بتجري تمسك القطعة بسرعة وبتنقذها، وبترجع تكمل جري ورا الحرامي لحد ما بتعرف تمسكه. ولما بتقبض عليه بترجع للمركز الشرطة تاني، وكانت متخيلة ان الكل هيشكرها. ورغم انها قبضت على الحرامي الا ان المدير بيستدعيها وبيزعق لها علشان سابت مكان شغلها وقامت بدور مش دورها. لكن وهم واقفين فجأة بيدخل من جمان وبيقول لهم ان في زوجة لحيوان مختفي عاوزة تقابله. فبتدخل الزوجة واللي بيكون اسمها مايا وجاية تقدم بلاغ علشان جوزها اختفى من مدة ومش عارفة تلاقيه، اللي بنعرف ان اسمه ميت. لكن المدير ما بيرضاش يساعدها وبيقول لها ان المفتشين اللي عنده كلهم مش موجودين دلوقتي وانه مش هيقدر يدور لها على جوزها. لكن جودي بتقطع كلامه وبتعرض عليه انها تقوم بالمهمة دي. فمايا بتتأثر بموقف جودي وبتجري تحضنها وهي بتشكرها وبتعرفها بشوية تفاصيل عنه، زي انه بيبيع ورد وبيقف في منطقة واحدة وعمره ما اتأخر عليهم. لكن بمجرد ما مايا بتخرج المدير بيزعق لجودي علشان اتدخلت في شغل ما يخصهاش، بس بتجيله فكرة وبيقول لها انه هيدخل معاها في تحدي، وهي انه يسيبها تدور على الحيوان ده في خلال 24 ساعة، ولو فشلت في المهمة دي فهتستقيل من الشرطة على طول. وبرغم ان العرض صعب ومش اي حد يقبله الا ان جودي بتتحمس وبتوافق على طول وبتبدأ شغلها. فبيسلمها المدير الملف الخاص بالقضية واللي ما كانش موجود فيه اي معلومات خالص.
غير صورة واحدة لمكان الحيوان وهو واقف بيبيع ورد، وجودي مش عارفة تبدأ منين، لكن بتاخد بالها إن كان واقف في نفس المنطقة اللي الثعلب بيبيع فيها الآيس كريم، فبتقرر تروح تطلب من الثعلب المساعدة وبتعرض عليه 10 دولار مقابل إنه يساعدها، لكن الثعلب بيرفض العرض بتاعها لأنه بيكسب أكتر من كده بكتير، وبتستغل كل كلمة هو قالها وبتسجله ضده، وبتحسب له دخله طول الشهر، وبتقوله إنه بكده يبقى متهرب من الضرايب، وبتقوله إنه لو ما سمعش كلامها هتقدم فيه شكوى وهتثبت عليه كل حاجة. ساعتها الثعلب بيخاف منها وبيضطر يوافق علشان ما تحبسهوش، وبيعرفها على اسمه وبيقول لها إن اسمه نيكولاس، وبياخدها لآخر مكان كان جوز مية موجود فيه، وبيعرفوا انه راح لشركة عربيات علشان يحجز تاكسي، فبياخدوا رقم العربية وبيعرفوا هي وصلت فين. بيطلع انه يومها زار مركز لليوجا اخر مرة ظهر فيها، فبتروح جودي والثعلب يسألوا المدربة هناك عنه، فالمدربة بتقول لها انها شافته وهو بيركب عربية غريبة اخر مرة، فبترجع جودي للمركز علشان تجيب رقم العربية من خلال التتبع بتاعها، وبيقرروا انهم يعرفوا عن العربية دي كل حاجة. فنيكولاس بياخدها معاه لصاحبه فلاش اللي كان شغال في شركة للمعلومات، بس فلاش طلع حيوان كسلان، واللي علشان يقول لهم على اي معلومة كان بيخلصها في تلت ساعة، وجودي بتكون مش قادرة تستحمل لان الوقت بيعدي ولازم توصل لزوج مية في اسرع وقت. وبعد وقت طويل بيقدروا اخيرا يوصلوا لشوية معلومات، فبيجروا على عنوان العربية واللي كانت موجودة جوه جراج في مكان مليان تلج. فنيكولاس كان عاوز يتخلى عنها ويسيبها بعد ما خلص مهمته، وطلب منها التسجيل بتاعه اللي هتحبسه بيه، لكن جودي بترفض تديله التسجيل وبتقوله انها لسه عاوزة يساعدها، فبيعرفها انه مش هيقدر يعدي السور بتاع البيت لانه مش ملكه. في اللحظة دي جودي بتستخدم ذكائها وبتطلع بسرعة التسجيل بتاعه ترميه من فوق السور علشان تجبره يعدي معاه غصب عنه، وفعلا الخطة بتنجح وبتقدر توقعه في الفخ بتاعها وبتخليه يعدي السور، وبتقوله انها دلوقتي تقدر تقبض عليه بتهمة انه نط السور ودخل لممتلكات مش بتاعته، فبيضطر بيسمع كلامها لحد ما يشوف هتعمل فيه ايه تاني. ولما بيوصلوا للعربية بيكتشفوا مكان خرابيش كتير جوه العربية، فبيفضلوا يفتشوا في العربية لحد ما بيلاقوا ورق جواها، واللي اول ما نيكولاس بيشوف اسمه بيعرف انه اشهر مجرم في المدينة كلها، فبيحذر جودي منه، وخاصة لو المجرم ده عرف انهم اتعدوا على حاجته، وبيطلب منها انهم يهربوا فورا. ولسه بيفتح باب العربية علشان يهرب بيتفاجئ بدبين ضخمين واقفين قدامه، واللي بيقبضوا عليهم هما الاتنين وبياخدوهم معاهم. وفي طريق جودي بتسأل نيكولاس ليه بيخاف من المجرم ده قوي كده، فبيعرفها انه نصب عليه قبل كده وباعله سجادة على اساس انها اصلية وهي في الحقيقة مش اصلية، وانه دلوقتي بيدور عليه ولو مسكوا هيقتله. واول ما بيوصلوا لمكان السيد بيج بيتعرف على نيكولاس على طول ويفتكر انه نصب عليه قبل كده، فبتعرفه جودي بنفسها وانها شرطية وجاية تدور على شخص ضايع، لكن السيد بيج ما بيفرقش معاه كلامها وبيأمر رجالته انهم يخلصوا عليه. بس فجأة بتدخل بنته واللي بنعرف ان النهاردة يوم فرحها ومبسوطة جدا، بس لما بتاخد بالها من جودي بتفتكر ان هي اللي ساعدتها في المدينة الصغيرة، وبتقول لباباها ان جودي هي اللي انقذتها من الموت لما كانت بتجري ورا الحرامي. ساعتها باباها بيقرر يسامحهم علشان خاطر بنته، وبيقرر كمان انه يساعدها تلاقي اللي بتدور عليه، وبيبدأ يحكي ليهم سبب اختفاء جوز مايا. كان وقتها عاوز يشتري ورد، لكن فجأة وهو بيشتري منه ايميت اتحول وهجم على السواق بتاعه، فالسواق خاف منه وسابه وجري. فبتقرر جودي تروح تسمع من السواق علشان تعرف اللي حصل، لكن فجأة وهم بيحققوا معاه السواق بيتحول هو كمان وبيبقى شرس جدا، فبيخافوا منه وبيهربوا بسرعة، وبتدور ما بينهم مطاردة كبيرة لحد ما الشرطة بتوصل وبتقبض على السواق، وبوجو هو كمان بيكون معاهم. فلما بيشوف جودي بيعرفها الوقت بتاعها خلص خلاص وبكده تبقى فشلت في مهمتها، وبيطلب منها تقدم استقالتها تاني يوم. في اللحظة دي نيكولاس بيتدخل وبيقوله ان لسه فاضل ليها 10 ساعات، فبوجو
بوجو بيتحرج منه وبيسمح لهم يكملوا مهمتهم. أما جودي فبتشكر نيكولاس على وقفته جنبها قدام بوجو، فبيرد عليها نيكولاس وبيقول لها عمل كده علشان وهو صغير ما كانش شرير، وإنه كان نفسه يبقى قائد فريق الكشافة في المدرسة، لكن صحابه كانوا دايما بيتنمروا عليه، وده اللي خلاه يتحول لمجرم ويتعامل مع الناس بالطريقة دي، وبيشجعها تكمل في حلمها وما تستسلمش زي ما هو عمل. وبعد شوية بنشوفهم وهم رايحين يراجعوا الكاميرات، فبيشوفوا 2 ذئاب وهم خاطفين إيميت وماشيين بيه، وفجأة اختفوا جوه مستشفى مهجورة. فبتقرر جودي ونيكولاس انهم يروحوا للمستشفى دي، واول ما بيوصلوا هناك بيتسحبوا علشان يدخلوا جواها، لكن بيتفاجئوا بكمية حيوانات كتيرة وكلهم محبوسين جوه اقفاص حديد. فبيفضلوا يلفوا على الاقفاص لحد ما بيشوفوا زوج مايا إيميت اللي بيدوروا عليه، وبيكون محبوس لكنه كان متحول وشرس جدا ومش راضي يهدى. وفجأة بيسمعوا صوت بيقرب منهم فبيستخبوا على طول، بيفضلوا متابعين مصدر الصوت لحد ما بيظهر قدامهم 2 من الحيوانات اللي كان واحد منهم يبقى العمدة بتاع المدينة. فالدكتور بيتكلم مع العمدة وبيقول له ان الحيوانات المفترسة هم الوحاد اللي المصل بيشتغل معاهم، وده لان جواهم جينات بتساعد المصل انه يشتغل. اما الحيوانات الأليفة فمستحيل انهم يتحولوا لوحوش، وبيطلب منه انه يعرف الناس الكلام ده، لكن العمدة بيرفض ويقول له ما ينفعش نقول حاجة زي دي، وخصوصا انا في وظيفة العمدة وممكن يشيلوني من مكاني. لكن جودي كانت سجلت كل الكلام ده بتليفونها، وبعتت التسجيلات لقسم الشرطة اللي بيجوا يقبضوا على العمدة وكل شركائه، وبكده تبقى القضية اتحلت وكل الحيوانات اللي اختفت رجعت تاني. فكانت مبسوطة جدا لدرجة انها عرضت على نيكولاس ينضم ليها في الشرطة ويساعدها في الشغل، ونيكولاس كان مبسوط جدا لانه اخيرا هيتحول لحيوان كويس. والشرطة بتعمل مؤتمر كبير علشان يسمعوا من جودي اللي حصل. فلما الصحفيين بيسألوا جودي عن اللي حول الحيوانات بالشكل ده بتقول لهم على اللي سمعته من العمدة، وبتعرفهم ان الجينات المفترسة هي اللي ساعدتهم يتحولوا لوحوش. والكلام ده بيعمل أزمة كبيرة جدا في البلد، ونيكولاس بيلومها انها قالت كده لانه من الحيوانات المفترسة، وبيرجع في كلامه وما بينضمش ليها في الشرطة. وبعد المؤتمر بيبقى كل الحيوانات خايفين من بعض، درجة ان الحيوانات الأليفة كل ما يشوفوا حيوان مفترس بيبعدوا عنه حتى لو ما عملش ليهم حاجة. وبسبب تصريحات جودي كل الحيوانات المفترسة بتسيب مناصبها، ومن ضمنهم كان بنجامين اللي كان بيعامل جودي كويس جدا، ولما جودي بتروح تتكلم معاه بيتجاهلها تماما وبيبقى مش عايز يتعامل معاها تاني. وبسبب اللي حصل ده جودي بتقرر تسيب الشرطة وترجع القرية بتاعتها وتبيع الخضار مع أهلها، لأنها ما عملتش حساب لكل ده. ووقت ما كانت بتجمع الخضار من الحديقة بتتفاجئ بباباها وهو بيمنعها تقرب من نوع خضار معين، وبيعرفها انه نوع سام جدا وبيحول الحيوانات تبقى حيوانات مفترسة لو اكلوا من النبات ده. ساعتها جودي بتفتكر كل اللي حصل في المدينة والمصل اللي العمدة كان بيتكلم عنه، وبتاخد العربية وبترجع للمدينة من تاني علشان تقابل نيكولاس. ولما جودي بتوصل ليه بتطلب منه يساعدها في المهمة الجديدة، لكن نيكولاس بيكون متضايق منها جدا ورافض انه يكلمها، بس بعد اعتذارات كتيرة جدا منها بيرجع في كلامه وبيوافق. فبتفتكر جودي انها اول يوم جت المدينة قابلت ثعلب صغير اسمه ويسلي واللي كان بيبيع نفس نوع النباتات دي، فبتروح تسأله كان بيجيبها منين وبيسلمها لمين، لكن ويسلي بيرفض يقول لها على اي حاجة. فبتاخده معاها هي ونيكولاس علشان يقابلوا السيد بيج، واللي اول ما ويسلي بيشوفه بيخاف منه وبيعترف له على كل حاجة، وبيعرفهم ان باع الزهور دي الخروف اسمه دوج، وبيقول لهم ان دوج دفع له فلوس كتيرة جدا علشان ياخدها منه، وبيحذرهم منه لانه شرس ومش هيقدروا يتعاملوا معاه. لكن جودي ما بيفرقش معاها وبتاخد نيكولاس وبتروح تدور عليه لحد ما بتوصل لمكانه اللي كان في عربية قطر مهجور ومحولها المعمل. واول ما بيدخلوا بيتفاجئوا انه زارع كمية كبيرة من نفس نوع الزهور
طول، وبيحول السم بتاعه الكبسولات علشان يحقن بيها الحيوانات، فبيهجموا عليه وبياخدوا الشنطة بتاعته واللي بيكون فيها كل الأدلة اللي ضده. لكن الخروف دوج بيرجع تاني وبيطاردهم، وبعد مطاردة طويلة ما بينهم بيدخل جوه متحف قديم، وهناك بيتفاجئوا بالعمدة الجديدة اللي اتعينت مكان العمدة اللي اتقبض عليه، واللي بتطلب منهم يدولها الشنطة اللي معاهم. لكن جودي بترفض وبتحاول تهرب منها، بس وهي بتجري بتقع هي ونيكولاس جوه حفرة. ساعتها العمدة بتطلع مسدس وبتضرب من الكبسولات السامة على نيكولاس علشان يتحول ويبقى مفترس، وبتبدأ تحكي لجودي عن خطتها وانها عملت كل ده من البداية علشان تبقى مكان العمدة، وان لولاها ما كانتش قدرت توصل للمنصب ده. وبتبقى مفكرة ان نيكولاس هيخلص على جودي كده مش هتقدر تقبض عليها، لكن المفاجأة ان نيكولاس ما تحولش ولا حاجة، وبيطلع لها المصل اللي كان واخده ضد الورد السام، وبيطلع ان كل ده خطة من جودي اللي بنكتشف انها سجلت كل كلام العمدة. وفي الوقت ده بتوصل الشرطة في المكان وبتقبض على العمدة، وبعدها بتترقى جودي شغلها. اما نيكولاس فبيقرر يلتحق بالشرطة علشان يبقى ضمن فريق جودي الجديد، وبيوصل لحلمه اخيرا. اما العمدة القديم فبيخرج من السجن علشان مفيش تهمة ضده، وبيرجع منصبه من تاني. وبكده جودي اثبتت انها شرطية شاطرة ونجحت في تحقيق العدالة. ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب لقناتنا لودي بتلخص افلام، وتوصل الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، وتكتب لينا في كومنت بتتفرج على الفيديو من اي بلد. اشوفكم في الفيديو الجديد.